بعد عودة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي للتدريب لاستفادتهم من عطلة قصيرة بعد توقف البطولة الاحترافية لفسح المجال لإجراء المباريات الدولية. استعد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي بكل جدية واحترافية استعدادا للمباريات المقبلة. المباراة المقبلة لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي سيواجه فريق رجاء بني ملال بملعب العربي الزولي، وذلك يوم السبت 29 مارس انطلاقا من الساعة 10 ليلا بملعب العربي الزولي بمدينة الدار البيضاء برسم كأس العرش لسنة 2023-2024. هي فرصة لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي للتأهل للدور المقبل والذهاب بعيدا في منافسة كأس العرش، ونتمنى لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي أن يحافظ على لقبه الذي ناله الموسم الماضي ضد فريق الجيش الملكي، حيث فاز على فريق الجيش الملكي في المباراة النهائية بملعب أكادير بهدفين مقابل هدف واحد. وذلك الموسم حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ثنائية تاريخية: البطولة الاحترافية والكأس الغالية كأس العرش. وهي فرصة كذلك لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي لهذا الموسم من أجل الحصول على الكأس والمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي الموسم القادم إن شاء الله.